تا 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 تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا جيت. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. واللي اول مرة يشوف قناتي اشتركوا بقى عندي، اشتركوا وفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك. وحابة اشكر كل الدول اللي بتتفرج عليا، بجد بشكركم جدا 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 على اهتمامكم وعلى مشاهدتكم ليا. بجد كنت مبسوطة جدا جدا لما شفت ان دول كتير جدا بتتفرج عليا. العراق والسعودية والجزائر، وطبعا دول كانوا في الأولوية عندي، وفلسطين وكل الدول اللي بتتفرج عليا. بشكركم جدا جدا، ويا رب دي من محبة بينا يا رب، اللهم امين. ويخليكم ليا كده يا رب، ومتحرمش منكم ولا من مشاهدتكم ولا من وقفتكم معايا ودعمكم ليا. وبشكر كل الناس المشتركة عندي، ألف شكر. ويا رب إن شاء الله كده أكون عند حسن ظنكم دايما، ووصفاتي تعجبكم، وربنا يخليكم ليا، وكل سنة وانتم طيبين. هنا بقى أنا نزلت اشتريت حبة حاجات كده اللي كنت محتاجاها يعني في المطبخ. قلت بقى ايه، لقيت السمك قدامي بيندهلي، وانا من عشاق السمك يا جماعة. فقلت لا، لازم اروح. شايفين بقى لما نضفاه ومخليه قلبه ابيض ازاي؟ قلت لازم اجيب بقى سمك واعمله بقى على روقان. وهنا بقى انا كنت طبعا السمك بيجي متنضف، بس طبعا انا بغسله غسلاه بقى ومخليه زي الفل، ازاي شكله حلو ازاي. وبروح بقى حاطه ملح في قلبه، الميه دي فيها خل وفيها ليمون معصور، وبنقع فيها السمك. وبمسك بقى قشره الليمونه، احط الملح جوه، وقشره الليمونه بدعك فيها كلها علشان ولا حاجه تشكني ولا اي حاجه. وبتبقى سهله كمان، وبتوزع الملح بطريقه حلوه يعني. وطبعا الميه كده كده فيها ملح وخل وليمون، بس انا برضو بحب ادعك السمك بملح، لان الملح بيبقى خشن وبيطلع اي حاجه جوه. وقشره الليمونه بتخلي انت يعني تعرفي تتحكمي كويس في توزيع الملح ودعكه جامد ومن غير ما تتعوري. وفي نفس الوقت الليمون بيطلع برضو الليمون بتاعه، يعني القشر دوت بيكون فيه ليمون، فبيطلع برضو الليمون في السمك، فبيخليه بقى ريحته بقى وطعمه حاجة تانية يعني بقى، ونظافة زايدة يعني. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله قلبه عامل ازاي. وكل بقى الحتت الصغنونة السودة دي بقى كلها بتطلع بقى من الملح وقشرة الليمون. اديني قلت لكم على سر حلو اهو. اعملوه. شايفين بقى المية بقت عاملة ازاي من كتر ما انا دعكت السمك. شايفين المية اتغيرت ازاي؟ كانت الاول بيضة، دلوقتي شايفين كل بقى الزفارة اللي في السمك نزلت وبقى ابيض بقى وبقى زي الفل. فهنا بقى هاجي بقى هشطفه شطفة حلوة، وهحطه بقى ايه يتصفى. وعندي بقى هنا دقيق. هنا ياسمين عماله تقول لكم تعالوا. دقيق، وحطيت فلفل احمر وفلفل اخضر، وحطيت ملح وفلفل وكمون وكزبره، بس الكمون اكتر، وحطيت كركم وليمون. كل الطبق ده فيه كل حاجه يعني. وهنا زي ما حطيت توابل على اللي انا هضربها في الخلاط مع التوم، حطيت نفس التوابل برضو على الدقيق، ومعاهم معلقه كبيره نشا، يعني الابيض ده نشا. ماشي، دي الاسرار بتاعه المحلات يا جماعه، اللي هم اصلا ما بيرضوش يقولوها لحد. وفي سر تاني برضه هقول لكم عليه وانا بقلي السمك، خليكم معايا وانتوا هتعرفوه. فهنا انا تبلت الدقيق بس ما حطيتلوش ملح، انا متبله بس اللي هو ملح وفلفل وكمون برضه وكركم. هنا بقى الليمون والملح وكل التوابل اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي دي، حطيت عليها توم وهضربهم في الخلاط. شايفين بقى السمك بسم الله ما شاء الله يفتح النفس وهو حتى ني. هنا بقى الخلطة دي كلها ضربتها في الخلاط وقلت بقى ايه، هحشيها بقى كده، اللي هحشي بيها السمك. فطبعا لما بيكون الخلطة ديت مضروبة في الخلاط فبتبقى سايبة كده، بتساعد السمك على انه يتشرب التتبيلة، عكس لما بتدقوا الثوم او يعني بتخرطوه كده، ما بيتشربش بقى كويس التتبيلة بتاعته. تمام، لكن كده افضل، يعني كده افضل. زي الفراخ المشويه واللحمه والحاجات دي كلها بنعمل لها التتبيله بتاعتها لازم بتبقى سايبه، علشان تبقى تقدر اللحوم تتشرب الخلطه. فهنا بقى طبعا انا بحط الخلطه في كل مكان في السمك، كل التفتيحات، ومن جوه ومن عند الراس وفي كل حته. وبسيبها بقى كده يعني قد 10 دقايق او ربع ساعه.
هو اصلا السمك بيتبل بسرعه، يعني بيتبل بسرعه لان هو السمك ما بيستحملش غير الفراخ وغير اللحمه، فما بيحتاجش يعني ان هو يقعد في تتبيله كتير. فهنا طبعا انا بقى كنت هرياه بقى طبعا من النظافه، وحاطه له برده ليمون وخل، وحاطه في التتبيله. فهو ما شاء الله يعني اتشرب بسرعه، وكان طعمه تحفه تحفه بجد. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان بجد حلو جدا. شايفين بقى قلبه ابيض ازاي؟ شايفين يا جدعان انا شاطره ازاي؟ اللي شايف بقى ان انا شاطره لحد هنا يضغط لي لايك. لايك يا جماعه، واشتركوا في قناتي لو اول مره بتشوفوها. اهو شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. هنا بقى طبعا انا بتبل بقى السمك، ومش عارفه انا يعني انا دايما بحط يا اما كيس يا اما صينيه تحت الدقيق. انا المره دي نسيت، مش عارفه ليه. ممكن يكون عشان كنت مستعجله، او ممكن يكون عشان كنت خلاص هنكت، لان انا كنت انا اللي خرجت وجبته، وكنت بشتري الحاجات اللي قلت لكم عليها. فممكن اكون تعبت والله يا جماعه. انا ما اكتشفتش الجريمه اللي انا عملتها دي الا بعد اخر سمكه. لقيت الرخامه اتبهدلت، يعني انا اتفاجئت بجد يعني. فيلا ما علينا، انا كده كده بغسل الرخامه وبطهرها بالكلور وبالخل وقبل ما انام كل يوم لازم بحط عليها خل. فما تقلقوش يعني الحمد لله بنضفها. هنا بقى كنت حطيت السمك في الدقيق، وبعد كده بحطه في ميه زي كده. هو بقى ده اللي بيخلي السمك مقرمش لحد ما تخلصوا اكل فيه وهو برضو مقرمش. والله يا جماعه حتى ولادي بيطلعوا الجلد بتاع السمك كده وما بياكلوا، برميه وهو مقرمش لسه، بسبب ان السمك بتحطيه في الدقيق وبعد كده في ميه. ولو انت عايزه الكفر اللي عليه دوت بقى يبقى اكبر، بتحطيه تاني في الدقيق وترجعي تحطيه في الميه زي الفراخ اللي هي الكريسبي كده. عايزه الفراخ تبقى مقرمشه قرمشه عاديه، تروحي حطها مره واحده بس. يعني شايفين يعني بجد ما شاء الله. انا هخليكم تسمعوا. سخن جدا جدا. هو ايدك شايفين بقى تحفه، بس مولع سخن مولع، مش عارفه امسكه بصراحه. بس شايفين سامعين الصوت بقى؟ وخدت بالكم بقى من الزيت يعني لحد اخر واحده، وهو ما شاء الله الزيت نضيف جدا. ليه؟ لان الدقيق مع بحط على السمك بعد الدقيق ميه، فالدقيق بيمسك في السمكه فما بينزلش في الزيت بقى يسوده ولا يعمل حبيبات ولا اي حاجه. وبيخلي بقى السمك لونه تحفه. شايفين اللون؟ يعني ده بقى زي الجاهز ولا لا؟ اظن مفيش احسن من كده، ولا مسود ولا في اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله مقرمش. وده على فكره رز صياديه، بس انا ما حمرتش البصله عشان انا جوزي مش بيحب البصله غامقه، فانا بعمل له كده. لكن لما بروح عند ماما حبيبتي بغمق البصله بقى زي انا معلقه قبل كده. ومع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين.